النهارده هنعمل وصفتنا زي ما احنا متعودين كل يوم السبت، بنقدم نوع شوربه يكون حاجه جديده، حاجه مفيده، نبقى جددنا السفره بتاعتنا. احنا النهارده هنعمل شوربه الرز، هنعملها بطريقه سهله جدا. هنقول مكوناتنا ايه الاول. حاجات بسيطه جدا. انا معايا رز، ومعايا قطع فراخ مخليه من الصدور، قطع صغيره كده وكميه صغيره جدا، يعني دولت ما يجيبوش حتى 200 جرام. ومعايا بصله كبيره مفرومه ناعم. عرضنا المقادير. المقادير اهي على الشاشه. شوربه الرز. شوربه الرز بقى عباره عن ايه؟ صدور دجاج، رز، بصل، هيل، ملح وفلفل. تعرف ان الاتراك ما يعرفوش الهيل ده؟ ما يعرفوش ايه؟ الهيل؟ إيه لا ما بيعرف. عارفين وموجود عندهم. لا مش الهيل يا رب، الحبهان. ما هو الحيل هو الحبهان. طب ما هو صحيح. انا جربت مره اشرح كذا مره على الهيل. يعني ما بقعد بيعرفوا. يعني هو موجود عندهم بس هم ما بيستخدموهوش. استخداماتهم خفيفه، لان ممكن يكون اسطنبول بالذات. فعلا. لان فعلا يعني تروح اهل اسطنبول موضوع البهارات يعني كبيرهم الملح، فلفل اسود بسيط جدا يعني ريحه كده، واذا كان شويه كمون. ما فيش بقى اللي احنا بنعمله انا بقى. لا شيف كنت رايحه اشتري قهوه. فقهوه تركيه، فقلت لهم عايزه مع الهيل بالحواج يعني. ما كانوا يعرفوا. هو اسمه هنا على فكره كاكولا. كاكولا. الحبهان اسمه كاكولا. بس ما بيستخدموش برضه صدقني. ما بقول لك كل ما اروح لسوبر ماركت ولا حاجه واقول له عايز من ده يقول لي ايه ده اصلا. هنا بالنسبه لازم لاسطنبول تروح مكان كبير هتلاقيه فيه، وهتلاقي حتى الراجل اللي موجود ما هوش عارف انت هتستخدمه في ايه، هو حاططه لك بس كده. كل العطارين عندهم، بس مش كل العطارين، لا كل العطارين اللي هم موجود في اماكن تجمع العرب بيبقى عارفين. انا لقيت الفول، فول الحب. هم ما بياكلوش الفول الحب. لقيته عند العطارين الاتراك فول حب، لان المنطقه اللي هم موجودين فيها اغلبها بيبقى جاليات عربيه، فهم عارفين ان هم بيحتاجوا بعض الاشياء يعني، فبيجهزوها لهم وبيوفروها لهم في الموجودين عندهم في المحل. هنقول الوصفه بتاعتنا او الطريقه بتاعتنا بسرعه كده. انا جبنا حله هنحط فيها شويه زيت زيتون، لما يسخنوا هنزل عندي بالبصله المفرومه، هنديها تقليبه يا دوبك تشقر معانا تغير اللون، تسخن معايا. هروح نازل بقطع الفراخ اللي عندي، هقلبهم برضو مع بعض، اللون عندي يغير بتاع الفراخ. هقوم نازل بالرز، اديهم تقليبه وهحط شويه ملح وفلفل، ولو عندي شوربه هنزل بشوربه، ما عنديش يبقى انا هنزل بميه سخنه. وهنحط مكعب مرقه دجاج، هنخليهم على نار متوسطه تقريبا 20 دقيقه، هتكون الشوربه عندي جاهزه. هنعمل خطوات، لو حاجه مهمه هرجع لكم في الاخر، هنشوف الطبق في الاخر شكله ايه. وهيكون عندي شويه بقدونس هنحطهم في الاخر خالص بعد الشوربه عندي ما تستوي، الفراخ اللي فيها والرز يستووا. هنحط يا دوبك شويه بقدونس مفرومين على الوش، مش هنسيبهم اكتر من ثواني يعني عشان اللون ما يغيرش والطعم يبقى لسه متواجد معانا في الشوربه. هنغرف وهنشوف الطبق في الاخر شكله ايه. دلوقتي هرجع لزمايلي في الاستوديو ونكمل بقيه الفقرات. خلونا دلوقتي نرجع للشيف محمود نشوف الشكل النهائي للطبخه بتاعته. تسلم ايدك يا شيف محمود. شكلها حلو جدا يعني. يا شيف، وريحتها احلى. هتسلم ايدك، بشكرك جدا. تسلم ايدك شيف. بشكرك جدا عشان الناس تبقى عامله حسابها تتابعنا بكره ان شاء الله. الاكله بتاعت بكره هتبقى فيها شو اللي الناس بتحبه ده. فيها شو؟ هيبقى فيها شو، هيبقى فيه نار وربنا يستر علينا الاستوديو. احنا نعمل نار وشو والكابتن محمود يجي يخسسه. ما هو بكره الكابتن محمود بكره. ما انا ما قصدها عشان ابوظ له اللي هو بيعمله. تمام. تسلم ايدك يا شيف محمود، بشكرك جدا. تضارب مصالح. بشكرك جدا يا رشا. بشكركم جدا اعزائي المشاهدين على متابعتكم لينا. وزي ما قلت لكم الفتره اللي جايه دي هنحاول على قد ما نقدر نفكركم ب 25 يناير واللي حصل 25 يناير، نفكركم بحلم الثوره اللي لسه لغايه دلوقتي موجود في قلوبنا كلنا. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله في يوم من الايام نرجع تاني نحقق كل اللي كنا بنتمناه يوم ما عملنا ثوره 25 يناير. الى اللقاء.